صدمة أولياء الأمور لما جم يشتروا بعض من الكتب الخارجية واللي وصل سعرها ل 850 جنيه، والموضوع عمل استنكار حد من أولياء الأمور على سعر الكتب الخارجية، خصوصاً اعتماد الطالب عليها في المذاكرة مع كتب المدرسة لزيادة تحصيله الدراسي. المسؤولين ردوا في تصريحات صحفية، وكان الرد أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات سابقاً، قال إن أسعار الكتب الخارجية ارتفعت ارتفاع ملحوظ الموسم الدراسي ده مقارنة بالسنة الدراسية اللي فاتت. ووضح جابر في تصريحاته الصحفية إن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية بيرجع لارتفاع سعر الدولار، وكمان زيادة أسعار ورق الطبع اللي بيستخدموه في طباعة الكتب الخارجية. وقال إن سعر ورق الطباعة زاد بنسبة 100% عن السنة اللي فاتت، وإن سعر الطن بقى 33,000 جنيه، والسنة اللي فاتت كان 18,000 جنيه بس، وده طبعا بيأثر على التكلفة النهائية. وصرح بركات رضا عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية عن أزمة زيادة أسعار الكتب الخارجية وأسبابها، وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية صدى البلد إن زيادة أسعار الكتب الخارجية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بنسبة تصل ل 40%، وقال في تضخم وارتفاع في الطباعة والورق والحبر ونقص في الدولار، وإن الارتفاع ده في أسعار الكتب الخارجية بدأ من الترم الثاني للسنة الدراسية اللي فاتت. وقال رضا إن الدروس الخصوصية هي السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الكتب الخارجية، لأن المدرس بيتعامل مع دار نشر معين تطبع كتاب معين وبيلزم الطالب إنه يشتريه. واختتم وقال الكتب الخارجية للطلاب ما فيهاش أي معلومات أو إضافات زايدة عن كتب المدرسة، وإن الطالب بيعتمد على الدروس الخصوصية وبيشتري الكتب الخارجية. طبعا الموضوع في الأسعار بيختلف من نوع لنوع وحسب المراحل، بس بإجماع أولياء الأمور إن السعر فرق جامد من السنة اللي فاتت، كمان رينج السعر من 60 لحوالي 500 و600 جنيه، وفي ناس كتبت إن الكتب عندها وصلت ل 850، والمادة الواحدة بينزل لها مثلا في ثانوي أكتر من كتاب شرح وكتاب أسئلة، وكل واحد بسعر. فالعربي لوحده، وبسؤالنا في مصر اليوم للمكتبات عن المرحلة الثانوية، لقينا الكتاب بكل مشتملاته في العربي بيصل من 400 ل 500 وهكذا. طبعا الموضوع ده حمل كبير قوي على ولي الأمر، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار، لكن كان الله في العون وربنا يرفع عننا الغلاء، وبإذن الله سنة دراسية موفقة للجميع. بس أحب أقول للي بيقول الكتاب الدراسي أو كتاب المدرسة ما فيهوش حاجة عشان الطالب يقدر يذاكر ويعتمد عليه، فلو مليتوا كتاب المدرسة أكيد مش هنلجأ للكتب الخصوصية، والله المستعان. ما تنسوش تشتركوا في قناة مصر اليوم على يوتيوب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الأخبار أول بأول.